السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. معنا الفنان محسن سرحان. الفنان محسن سرحان هو ممثل مصري من مواليد بورسعيد. بعد تخرجه من الجامعة اشتغل موظف في وزارة الزراعة سنة 1939، وبدأ مشواره الفني في الأربعينات حيث التحق بالفرقة القومية، ومثل عدة أفلام مع ليلى مراد، وكون ثنائي ناجح مع شادية. وأبرز أدوار محسن سرحان هو دوره في فيلم سمارة، واللي مثل فيه دور الشرطي اللي بيدخل في عصابة تهريب المخدرات متخفيا في هيئة مجرم كان اسمه سيد أبو شفة، والذي ينتهي الفيلم بموت سمارة. عندما لاقى الفيلم نجاحا عملوا الجزء الثاني للفيلم باسم عفريت سمارة. الفنان محسن سرحان عمله تجاوزت 170 عمل فني، نذكر منهم في عام 1938 شارك في فيلم بنت الباشا المدير، وفي 1940 فيلم حياة الظلام، وفي 1943 فيلم وادي النجوم، وفي 1945 فيلم أميرة الأحلام. أما فيلم المتشردة فكان عام 1947، وفيلم سكة السلامة في عام 1948. أما في عام 1950 فشارك في فيلم شاطئ الغرام، وفي 1951 فيلم أشكي المين، وفيلم حكم القوي. وله أيضا من الأعمال الفنان الراحل محسن سرحان يعد من رواد السينما المصرية. تاريخ ميلاده كان 6 يناير عام 1914، وتاريخ وفاته كان 7 فبراير عام 1993. توفي عن عمر 79 عام. محسن سرحان وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.